أهلاً بيكم. كلنا كمطورين هدفنا دايماً نبني تطبيقات ويب تكون سريعة، استجابتها عالية، وتجربة استخدامها ممتازة. النهاردة هنغوص في فريم ورك أنجلر ونشوف إزاي ممكن نوصل للهدف ده باستخدام شوية من أقوى الأدوات اللي بيقدمها لنا. ودي هتكون خطة السير بتاعتنا النهاردة. هنبدأ نفهم الأول إيه هي المشكلة الأساسية اللي بتقابلنا في التطبيقات الحديثة. بعد كده هنمشي خطوة بخطوة مع الحلول من أول أساس التنقل جوه التطبيق اللي هو الراوتينج لحد ما نوصل للتكنولوجيا الأهم لتحسين الأداء وهي الليزي لودينج. الحقيقة ده سؤال مهم جدا، وأكيد كلنا مرينا بالتجربة دي. تفتح تطبيق شكله مبهر وحديث، بس تحس إن في حاجة غلط، بطيء، مش سلس، وبياخد وقت عشان يستجيب. النهاردة هنعرف بالظبط إيه الأسباب اللي بتوصلنا للإحساس ده، والأهم إزاي نتجنبها تماماً. تمام، خلينا ندخل في صلب الموضوع. أغلب التطبيقات الحديثة النهاردة هي تطبيقات صفحة واحدة أو single page applications. يعني إيه؟ يعني التطبيق بيتحمل مرة واحدة بس في الأول، وأي تنقل جواه بيحصل من غير ما الصفحة تعمل ريلود، وده المفروض يدي إحساس بالسرعة، لكنه بيخلق تحديات تانية. المشاكل دي ليها أكتر من وش. أول وأشهر مشكلة هي البطء في التحميل الأول للتطبيق، وبعد ما يفتح ممكن تظهر شاشات بيضاء أو فاضية والمستخدم قاعد مستني البيانات تظهر. ده غير طبعاً إنه ممكن يحاول يدخل على صفحة مش مسموح له يشوفها. كل ده في الآخر بيدي انطباع إن التطبيق تقيل ومش بيستجيب. الحل بيبدأ من هنا. الأداة الأساسية اللي بتنظم كل حاجة هي الأنجلر راوتر. خلينا نتخيزه كده زي الجي بي اس اللي بيرسم الخريطة وبيوجه المستخدم في كل خطوة جوه التطبيق بتاعنا. الفكرة عبقرية. بدل ما كل ضغطة تروح تجيب صفحة كاملة جديدة من السيرفر وتعمل تحميل من أول وجديد، لا، الروتر بيغير بس الجزء المطلوب من الشاشة. ده اللي بيخلي التنقل جوه التطبيق سلس وسريع جداً، كأنه برنامج على الجهاز مش مجرد موقع ويب. يعني لو حبينا نلخص دورة، فالراوتر بيعمل حاجتين أساسيتين. أولاً بيبص على عنوان الصفحة أو ال URL وبيفهم المستخدم عايز يروح فين. ثانياً بناءً على العنوان ده بيعرض الجزء أو الكومبوننت الصح على الشاشة. هو اللي ماسك ضفة التحكم في كل عمليات التنقل. طيب، بما إننا عرفنا إزاي هنتنقل، لازم نحط شوية قواعد للطريق ده. مين مسموح له يدخل فين، وإزاي نتأكد إن كل حاجة جاهزة قبل ما المستخدم يوصل. هنا بيجي دور بطلين تانيين، الجاردز والريزولفرز. الجارد ده من اسمه هو حارس البوابة. قبل ما الراوتر يفتح أي صفحة، الجارد بيوقف ويسأله: هل المستخدم ده مسجل دخوله؟ هل عنده الصلاحيات إنه يشوف الصفحة دي؟ لو كل الشروط تمام، البوابة بتتفتح. لو لا، ممكن نوديه لصفحة تسجيل الدخول مثلاً. بصراحة التشبيه ده بيوصف الفكرة بالملي. الجارد مش مجرد كود، ده حارس أمن فعلي بيحمي الأجزاء المهمة والحساسة في التطبيق بتاعنا، وما بيسمحش لأي حد مش مصرح له بالدخول. فاكرين مشكلة الشاشة الفاضية اللي اتكلمنا عليها في الأول؟ الريزولفر هو الحل السحري للمشكلة دي. بدل ما الصفحة تظهر للمستخدم وهي فاضية وبعدين تستنى البيانات توصل، الريزولفر بيقول للراوتر: استنى لحظة، ما تظهرش الصفحة دي غير لما البيانات الأساسية بتاعتها تكون وصلت. وتشبيه تاني عبقري. بالظبط كده، الريزولفر هو المنسق اللي بيتأكد إن كل حاجة في مكانها، وإن البيانات جاهزة قبل ما العرض يبدأ والمستخدم يشوف الصفحة. وده بيفرق 180 درجة في تجربة المستخدم. طيب جميل، بس حتى مع وجود الريزولفر في أوقات انتظار لازم تحصل، زي لما بنجيب بيانات كتير من السيرفر. السؤال هنا، إزاي نخلي لحظات الانتظار دي تجربة كويسة للمستخدم بدل ما تكون تجربة محبطة؟ مفيش حاجة بتوتر المستخدم أكتر من إنه يدوس على زرار والشاشة تتجمد. يبدأ يسأل نفسه: هو التطبيق علق؟ هو النت عندي فصل؟ مجرد مؤشر تحميل بسيط، مجرد سبيرنر بيلف، بيحل كل ده. كأنه بيقول للمستخدم: اطمن، أنا شغال على طلبك، ثواني وكل حاجة هتبقى جاهزة. والأحلى من كده إننا ممكن نعمل الموضوع ده بشكل أوتوماتيكي تماماً. في أداة في Angular اسمها HTTP Interceptor. دي عاملة زي المراقب اللي بيشوف أي طلب بيانات رايح للسيرفر. أول ما بيشوف طلب طالع يروح مشغل مؤشر تحميل، وأول ما الرد يرجع بالبيانات يروح طافي المؤشر لوحده. بكده بنكتب الكود مرة واحدة بس وهو بيتطبق في كل حتة. وصلنا دلوقتي للوحش الأخير، أقوى سلاح معانا عشان نحل مشكلة البطء في التحميل الأول للتطبيق، اللي هي أكبر مشكلة بنواجهها. التقنية دي هي الليزي لودينج أو التحميل الكسول. المقارنة دي بتوضح كل حاجة. الطريقة العادية أو التحميل الفوري بتعمل إيه؟ أول ما المستخدم يفتح التطبيق بتقوم محملة كل الأكواد بتاعت كل الصفحات وكل الميزات مرة واحدة، وده طبعاً بيخلي حجم التحميل الأول ضخم جداً وتطبيق بطيء في الفتح.
أما التحميل الكسول فكرته بسيطة عبقرية، ما تحملش أي حاجة غير لما المستخدم يطلبها. زمان تطبيق الليزي لودينج كان بيحتاج شوية إعدادات، لكن مع الإصدارات الحديثة وبالتحديد بداية من Angular 17 الموضوع بقى في منتهى السهولة. في حاجة جديدة اسمها Add Defer Block، دي بتخلينا نعمل ليزي لود لأي جزء من الشاشة بسهولة شديدة جوه الكود نفسه. المقولة دي مش مبالغة خالص، الميزة دي فعلا غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لمطورين أنجلر، لأنها خلت تحسين الأداء عن طريق الليزي لودينج أسهل وأقوى من أي وقت فات. تمام؟ يبقى كده خلينا نلخص بسرعة صندوق الأدوات اللي اتكلمنا عنه النهاردة واللي هيساعدنا نبني تطبيق حديث ممتاز. إذن هي منظومة متكاملة بتشتغل مع بعضها. عندنا الراوتينج عشان يبني الهيكل الأساسي للتنقل، الجاردز عشان يأمن الهيكل ده، الريزولفرز عشان تجهز البيانات قبل الوصول، مؤشرات التحميل عشان تحسن تجربة الانتظار، وفي النهاية الليزي لودينج عشان كل ده يفتح بأسرع شكل ممكن. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا. هسيبكم مع سؤال أخير للتفكير. لو مطلوب نختار حاجة واحدة بس في تطبيقنا الحالي نطبق عليها الليزي لود النهاردة فوراً عشان نحس بفرق مباشر في السرعة، يا ترى هتكون إيه؟